السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم الحدث الكبير اللي خلى المغرب كامل يعيش واحد الفرحه اللي هي كبيره. اسود الاطلس المحليين تاهلوا للنهائي ديال شان 2025 من بعد قتال كروي ضد السنغال. النتيجه خرجت 3-5 بركلات ترجيح، فوز بالنسبه للمغرب. دابا التحدي الكبير اللي قدامهم هو غادي يلاقيو مدغشقر اللي فازت على السودان في النصف النهائي، وغادي يلعب المغرب مع مدغشقر في النهائي. واش المغرب غادي يرفع الكاس للمره الثالثه في التاريخ ديالو؟ هادشي اللي غادي نعرفوه في هذا الفيديو هذا. الا كنتم من عشاق الكره المغربيه ما تنساوش ديروا لنا واحد اللايك وتشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وتفعل داك الجرس معاك، وحاول تبارطاجي الفيديو مع صحابك باش حتى هما يتفرجوا فيه. وخلينا نبداو. قبل بعد ما نتكلموا على النهائي خاصنا بعد نرجعوا شويه للور ونشوفوا الملحمه الكرويه ديال نصف النهائي ضد السنغال نهار 3 ديال البارح 26 غشت 2025 في الملعب ديال نيلسون مانديلا اللي متواجد بكامبالا. الماتش كان بحال شي فيلم ديال الاكشن صراحه. السنغال حامل اللقب واللي تقدم على المغرب بواحد الزيرو في الدقيقه 16. الهدف جا من جوزيف لايسو واللي سجل براسو من كورنير عن طريق اللاعب لايوس. ترفع هذه الكره والهدف الاول. ولكن اسود الاطلس ما استسلموش هنايا. في الدقيقه 23 صابر بوغرين طلق صاروخ من خارج مربع العمليات وعادل به النتيجه 1-1. لمسه وتحضير على مشارف منطقه جزاء الوانتوراي. وفقدنا التوازن. يبقى التوازن. لا زالت مغربيه. بدايه الرد ممكن الان. البينيه ممتازه. اضرب جول. الشوطين بجوج بيهم كانوا حرب. الحارس مهدي الحرار وقف بحال شي صور ضد الهجمات ديال لاعبين السنغال، والحارس السنغالي براسو حتى هو شد بزاف ديال الفرص بالنسبه للشباب المغاربه ديالنا، واللي منهم يوسف مهري وانس باشا. الماتش وصل للوقت الاضافي وعصام الملاوي كان قريب من انه يسجل واحد الهدف في الدقيقه 19، ولكن الحارس ديال السنغال تصدى ليها. وفي ركلات الجزاء او في ركلات الترجيح المغرب كان ما كيتقارش كاع. ربيع حريمات، عصام الملاوي، ايوب خيري، انس باشا ويوسف مهري كلهم سجلوا الركلات ديالهم بواحد البروده ديال الاعصاب. اما بالنسبه للمنتخب السنغالي واللي الكابيتان ديالهم ضيع ركله الجزاء واللي ضربت في العارضه، النتيجه خرجت 5-3، فوز بالنسبه للمغرب وتاهل تاريخي للنهائي. دابا نجيو للحدث الكبير، النهائي ديال شان 2025. المغرب غادي يلعب ضد مدغشقر نهار السبت 30 غشت 2025 مع 4 ديال العشيه في الملعب ديال كاساراني في نيروبي. هذه غادي تكون ماشي اي مباراة عابرة او اي مباراة دايزة، هذه فرصة تاريخية باش المغرب يكون اول منتخب اللي غادي يفوز بالشان 3 ديال المرات. المغرب سبق وفاز باللقب في 2018 و2020، والسنغال كانت البطلة ديال 2023. هذا النهائي هو معركة باش نثبتوا ان الكرة المغربية هي الاقوى في افريقيا. مدغشقر الصراحة ماشي سهل، وصلوا للنهائي من بعد ما طيحوا السودان بواحد الزيرو في نصف النهائي، وبفضل الفريق ديالهم اللي عنده قتاليه وسرعه في الهجوم. ولكن اسود الاطلس بالقياده ديال المدرب طارق السكيتيوي عندهم خبره كبيره. لاعبين بحال صابر بوغرير اللي سجل صاروخيه ضد السنغال، ويوسف المهري اللي حسم ركلات الجزاء، والحارس مهدي الحرار جاهزين باش يكتبوا حتى هما سميتهم في التاريخ. السؤال اللي كنطرحوه كلنا دابا، واش المغرب هو اللي غادي يهز الكاس ديال الشان في النهائي في 2025؟ انا شايف ان اسود الاطلس عندهم كل شيء باش يربحوه. الخبره، الروح القتاليه، دعم الجماهير المغربيه اللي كتخلي نيروبي بحال الدار البيضاء بالتشجيعات. مدغشقر فريق قوي واللي فاجأ الجميع بالفوز ديالو على السودان، ولكن المغرب ثبت القوه ديالو ضد السنغال. الاحصائيات ديالنا كتقول ان المغرب فاز ب5 ديال المباريات متتاليه ضد منتخبات غرب افريقيا وفي الشان، وهذا الشيء كيعطي للدراري ديالنا الثقه. ولكن مدغشقر عندها سرعه والمفاجآت في اللعب ديالها. دابا غادي تقولوا لي نتوما شنو التوقعات ديالكم، واش المغرب غادي تكتب التاريخ ولا مدغشقر غادي دير شي مفاجأة؟ كتبوا لينا في الكومنتيرات شكون اللي غادي يربح وشكون اللي غادي يكون النجم ديال النهائي. انا هنايا اللي كنرجحوا انه يكون النجم ديال النهائي هو بوغرين. اخوان شكرا بزاف على المتابعه، ما تنساوش ديروا لنا واحد اللايك وتشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وتفعل داك الجرس معاك، وحاول تبارطاجي الفيديو مع اصحابك باش حتى هما يتفرجوا فيه وحتى هما يصوتوا لينا
كاينه، شكون اللي غادي يقدر يدي الماتش، شكون اللي غادي يقدر يدي النهائي. ما تنساوش تكتبوا لنا في الكومونتيرات شكون اللي يقدر يرفع الكاس ديال النهائي، واش مدغشقر ولا المغرب للمره الثالثه ديالو، وشكون هو اللاعب اللي يقدر يكون نجم ديال هاد الشان هذا. ان شاء الله نشوفكم فيديو الجاي، في امان الله.